آه. النهارده الحمد لله اكتشفت إننا نجحنا في إنتاج أول مَلِكة وإنها خرجت واتلقّحت بنجاح، رغم إن وضع الخلية كان صعب جدًا وفي نفس الوقت عملت أكتر من غلطة. تقسيم الخلية من أهم الحاجات اللي لازم نتعلمها، لإنه من غيرها هنضطر كل شوية نشتري مَلِكات ونحل، ورغم إن المَلِكات سعرها ما بيعدّيش ال20 جنيه والخلية كاملة بالنحل ب1000 جنيه، أكبر تحدي واجهته كان في تكلفة ومخاطر النقل. واللي فهمته إننا لو عندنا خلية واحدة قوية بناخد منها عدد كافي من البراويز، ولازم البراويز تكون مليانة نحل وفيها يرقات وتغذية كفاية. واللي بيحصل إنه بمجرد ما النحل يحس إن المَلِكة مش موجودة بيبدأ يعد مَلِكة جديدة من اليرقات الموجودة في الخلية، وبيديها غذاء حصري بيسموه غذاء المَلِكات. المادة دي خطيرة جدًا وليها فوايد طبية كتير، لكن أغرب حاجة إنه النحلة العادية لما بتتغذى عليه بيتغير مسار تكوينها وبتتحول لمَلِكة. بعدها لازم تطلع في رحلة علشان تتم عملية التلقيح، ولازم يكون التوقيت والظروف مناسبة لإنها بتحتاج تتلقح من ذكور من بره الخلية. لكن النهارده فتحت الخلية لقيت فيها مَلِكة والحمد لله كانت شغالة وبتحط بيض، فالحمد لله إن المرة دي نجحت. واللي محتاج أعرفه حاليًا هو إمتى ممكن نقسم الخلية تاني.